حاليا من أصل 86 مؤسسة، عندنا 31 مؤسسة تقدم وجبات ساخنة، 3 مؤسسات تقدم وجبات باردة، وهناك بعض المؤسسات فيها مطاعم مركزية. النسبة نتاع توفر الإطعام بالمدارس الابتدائية تقل عن 50% مثل ما تفضلت، وبالتالي يتطلب هذا منا سيد الولي مجهود كبير من أجل فتح المطاعم المدرسية. 15 مطعم تم إنجازها في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، نعكف على فتحها في أقرب الأجال، وبمناسبة انطلاق السنة المالية الجديدة في شهر جونفي إن شاء الله نعول على فتح هذه المطاعم بالتنسيق مع مصالح البلدية ومصالح مديرية التربية، لأن المطاعم هذه منجزة ولكنها حاليا لا تتوفر على التجهيز. حاليا نحن نعكف على توفير هذا التجهيز قصد فتحها ووضعها في خدمة أبنائنا في أقرب وقت ممكن. أمس فقط كنا في اجتماع مطول حول هذا الموضوع. بلدية سيدي بلعباس فيها 86 مدرسة ابتدائية، حاليا 11 مؤسسة فيما بلغ لي تحتوي على تدفئة مركزية. الباقي سيدي بوالا غاز، وأغلبها في وضعية قديمة ومهترئة، دونك عدة أقسام غير متوفرة حقيقة على التدفئة. مصالح البلدية في محاولة للتصدي لقلة التدفئة بالأقسام خصصت مبلغ مالي لاقتناء بوالا غاز أجدد، ولكن هذه العملية لم تؤتى نظرا لكون المقاول تخلى عن الصفقة، لأن المبلغ اللي مشى به تبين بأنه لا يلبي متطلبات المالية للصفقة، وبالتالي الصفقة يقيد الفسخ باش نعاودوا بإجراءات جديدة من أجل اقتناء العدد في حدود الغلاف المالي المتوفر. كما قامت سيد الوالي وبناء على تعليماتكم وفي إطار البرنامج نتاع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، اقترحنا سيد الوالي تزويد 12 مؤسسة بالتدفئة المركزية باش نحاولوا نقصوا العدد ونحسنوا الظروف تاع المدروس تاع